السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. توقعات جديدة وأحداث جديدة من المسلسل التفاحة الممنوعة. أحداث مثيرة جدا هتكون مع شهقة وإلديز اللي تكون الأحداث كلها متراكمة عليهم هما الاتنين. طبعا بعد ما عرفت خالد الولد إن هو ابنه وقدر يوصل له، ولكن طبعا السؤال المهم اللي الناس سألته ازاي قدر يوصل للولد بعد ما هو اختفى من الوسط واندر ما قدرتش توصل له، وكمان نتأكد ان هو ابنه. النقطة دي كلنا بنسأل عنها ازاي قدر يوصل لها، ودي اللي هنشوفها في الحلقة الجديدة. ولكن طبعا كل موازين شهقة وكل التفكير والخطط اللي هي كانت مخططاها من ناحية يلدز وان هي خلاص اتخلصت منها هتتقلب بضدها. ولكن طبعا مش هتسكت، ولكن هتفكر في مشاكل ومصايب جديدة. ولكن هنا يلدز هتحط اختيار لخالد، يا اما شهقة يا اما هي في البيت بعد طبعا ما تأكد ان الولد ابنه، لان طبعا مش هتقدر تعيش هي والولد في البيت او في الفيلا وهي التانية موجودة وهي بتحاول تتخلص من الجميع. ولكن هنا هتكون نقطة مهمة جدا لخالد، ان هو هيحط نقطة ضعف شهقة، ان يلدز هي هتكون معانا في البيت، لان هي اساسا مش عايزاه ومش عايزاها ان هي تكون معاه. ولكن بالفعل يلدز هتحاول ان هي تعمل خطة جديدة، ان هي هتمضي على اوراق الطلاق اللي طبعا من ساعة ما اللي خالد يعني اتأكد ان الولد مش ابنه اثناء طبعا عملية التبادل الاطفال والمشكلة اللي حصلت، تحضر اوراق الطلاق. وبالفعل يلدز هتمضي على الاوراق، لان هي كده حطت النقطة الاختيار لخالد. ولكن طبعا ما قدرش ان هو يستغنى عن شهقة اللي هي لعبة في دماغه. ولكن هنا هتكون اللعبة الجديدة ليلدز بمرافقة اندر. اندر طبعا هتقول لها ان طبعا مش ممكن ان شاكر هتأذي الولد، وان طبعا خلاص خالد متأكد ان هو ابنه. ولكن طبعا بالفعل ان هي هتبتدي تلعب لعبة بحيث ان هي تتخلص من يلدز، والولد هتاخده في حضنها وتعتبره ان هو ابنها، بطبعا مساعدة خالد اللي هو فاكر ان هي بتحبه وبتحب اولاده. دي توقعات الحلقة الجديدة. اشوفكم على خير واقول لكم الى اللقاء.